السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تقوى ملاك. صلوا على الحبيب المصطفى. وصفتنا لليوم وصفة سريعة اقتصادية سهلة بدون لحوم، رائعة جدا، والبنة أكيد مضمونة، واحد البنة رهيبة. يعني وصفة رز إكسبريس في دقائق معدودة، يعني في 20 دقيقة تكونوا وجدتوه كي تعود يعني تعبانين، جاوكم ضيوف على غفلة. المهم وش نقول لكم، واحد الوصفة حكاية واحدة أخرى. خلاص الله. كيما راكم تشوفوا هنايا في طنجره ولا في كوكوط، حنخدموا اليوم بالكوكوط. حطيت شويه تاع الزيت، حوالي 4 ملاعق تاع الزيت، تقدروا تعوضوها بالزبده. ومن بعد جبت كاس هنايا تاع الروز بسمتي، تقدروا ديروا الروز مفور ولا الروز العادي، يعني ما كاين حتى مشكل. المهم خير نوعيه اللي تكون ما تعجنش. ضفت عليهم شويه تاع الزيتون وشويه تاع الجزر، شويه وريقه تاع رند. وبالنسبه للتوابل عندي هنا ملعقه صغيره تاع زنجبيل، ملعقه فلفل احمر حار، نص عود تاع قرفه، نص فقط يعني ما تكتروش بزاف، وواحده مكعب مرق الدجاج. تقدروا تستغنوا عليها هنا بالنسبه لي يقولوا لي مش مليحه ومن المهم تقدروا تستغنوا عليها يعني بكل بساطه. وضفت عليها شويه تاع الفلفل الاسود، نصف ملعقه كبيره تاع لاموطاد كيما راكم تشوفوا، وملعقه كبيره تاع طماطم مصبره كيما راكم تشوفوا. درنا كل شيء بارد في بارد، بصح صدقوني هاد الوصفه رائعه جدا، جربوها ومتاكده رايحه تعجبكم. من بين الوصفات الرائعه اللي انا كنعود مزروبه ولا ما عنديش الوقت نديرها، لذلك حبيت نشاركها معاكم. تالمو طلبتوا بزاف وصفات هكا سريعه وتاع ارز، هاني درتها معاكم. راح نضيف عليها مورسو تاع جبن طري. انا استخدمت هنايا ربوي، بزاف بنين هاد الفرماج، يعني عندي مدة 4 شهور ولا 5 وانا نستخدم فيه معاكم. من اروع الاجبان اللي دقتهم صدقوني، يعني شغل حاجة صح بزاف هايلة. المهم درت مرسو هذاك تاع الفرماج، تقدروا ديروا اي نوع واحد اخر اكيد. المهم تحطوا هاد المكونات كامل بارد في بارد كيما هكا، ونحطوهم فوق النار يعني، ونبداو نخلطوا فيه ونخليو هذاك الارز يعني يتقلى قليلا فقط، يعني ما تخليوهاش طول بزاف ولا به ما تتحرقش ولا تسقيلكم في الطنجره. على هذه ابقاو ديما حركوا وقدام الكوكوط تاعكم باش يعني تتفاداو انها تتحرق. هاني هنايا نحرك فيها الفرماج هذاك، راح يمدلها بنه مختلفه تماما، وراح يخليها هذاك القوام الكريمي في هاد الروز تاعنا. دوك نبداو بعد ما تقلات شويه برك نبداو نضيفوا في الماء. انا راح نضيف 3 كيسان ونص تاع الماء، نفس الكاس اللي كيلت به الروز تاعنا هو اللي تكيلوا به الماء. هاي بالنسبه للكاس هذا يهز حوالي 300 مليلتر، يعني كاس شويه كبير. نخلطوا جيدا. شوفوا هنا راه كامل المكونات هذوك ندمجوا مع بعضهم. راني راح نضيف النص، يعني قلت لكم 3 كيسان ونص تاع الماء بالضبط. تخلطوها ونقفلوا على هاد الكوكوط يعني حوالي 15 حتى 20 دقيقه تكون واجده، يعني كلش من بدايه الغليان 15 دقيقه. طلوا عليها الى ما زالت شويه، زيدوا لها 4 ولا 5 دقائق وخلاص. وشوفوا راهي واجده، شوفوا الله يبارك، راه كيما نقولوا كل حبه وحدها. الكعبات تاع الروز راهم يبانوا يعني ما همش معجنين. ها يشوفوا القوام تاعها، واش نقول لكم الريحه راهي تفحفح في الكوزينه. حبيت نصب معاكم باش تشوفوا القوام تاعها. شوفوا ما شاء الله، مع الورقه تاع الرند هذيك مدت لها واحد البنه هايله. شوفوا شتوها، راني نقرب لكم هنايا باش تشوفوا معايا هاد الارز كيفاه جاي، ما هو معجن ما والو. بربي ان شاء الله من اليوم توليو محترفين في الروز، وتوليو ان شاء الله ما يعجنكمش. خلاص. المهم كي تجربوا الوصفه، واكيد نستنى فيكم في التعليقات كيما مالفين فحلات وشاطرات على بالي.
على هذه جربوها وصدقوني راح تعجبكم. هنا هاني نوريكم تاني، شوفوا بعد ما بردت شويه وما زالت كل حابه وحدها، يعني راح يبقى اصلا ما يعجنش قد ما قعد ولا الغدوه ما يعجن لكمش، لانه طيبناه بطريقه صحيحه ومقادير مضبوطه. اتمنى تعجبكم. هذه الملعقه الصغيره مديتها الملكه قاعده تستنى. شاهدكم في الجنه، استناوي في وصفات جدد، مع الف سلامه.